اخيرا يا اخي، اخيرا الموضوع بقى ظاهر كده للدنيا، وابتدى يظهر ان الحاجات دي مش اشاعات وتسريبات على الفاضي. نادي بنفيكا دلوقتي طالع بيأكد انه وافق على رحيل جوزيه مورينيو بعد يوم 17 مايو، وده اللي قاله مورينيو بعد اخر ماتش ليهم في الدوري. في حال الاتفاق النهائي ما بين جميع الاطراف يمكن لجوزيه مورينيو ان هو يوقع على ريال مدريد مقابل 6 مليون يورو. اللي بيأكد الكلام ده ان المعلم في المؤتمر الصحفي امبارح اللي بعد الكلاسيكو، اللي انا متأكد ان 99% من الناس اللي بتشجع ريال مدريد ما شافوهوش وما شافوش الراجل ده كان بيقول ايه، بس هو اتسال اسئله مباشره. يعني انا شايف ان هي ما ينفعش اصلا تتسال لمدرب، بس الراجل ده كده كده عادي بيمتص وبيعدي اي حاجه. المستقبل، قال لهم المستقبل ده سنتحدث عنه قريبا لما الموسم يخلص. يعني كده كده الراجل ده بيقول لهم انا ماشي، وكلنا عارفين انه ماشي، لكن عمرنا في حياتنا ما اي مشجع مدريدي هينسى الفتره اللي قضاها الراجل ده، لان كل حاجه كانت بتطلع هي كانت بتودي ريال مدريد في حته عمرنا ما شفنا النادي اللي احنا بنشجعه فيها، لانها تحت. مدرب اللعيبه نفسها كانت بتوصفه وبتقول عليه قمع. متخيل الراجل جاي بالمعنى الحرفي ان هو صوره بتعكس الاداره بعد ما خسر في الكلاسيكو 2-0 وعمل ماتش من اسوأ ماتشات ريال مدريد في تاريخه تقريبا. طالع بيقول لك احنا الموسم بتاعنا انتهى، لكن احنا لازم نلعب بشكل جيد حتى نهايه الموسم. هو اتفرجوا علينا، معرفش ليه تتفرجوا، بس لازم تتفرجوا علينا. الاداره قايله لي كده لازم تتفرجوا عليه. واحده من اسوأ فترات ريال مدريد في تاريخه، ده لو ما كانتش الاسوأ بجد.